بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة من سلسلة حلويات العيد. اليوم درت لكم بنيون على طريقتي. كما نعرفوا توجور بنيون نديروه هو التالي، وكان يبغوا يديروه هو الاول، يعني انا نخليه هو التالي، يعني كلش كاع اللي بقالي نبغي نديره نبغي نديره في البنيون. هنا مقادير تاع الوصفة عندي كيلو ونص تاع الكاطو ديجا تكون طحنته، يعني كيلت بهذا الكيل، وعندي كيلو ونص تاع الكوفريت، وعندي كيلة تاع الكاوكاو ولا تاع المكسرات. كيما أنا هنايا كان عندي اللوز وجوز، وكان عندي كاوكاو ديجا والجوز طحنتهم وحدهم، واللوز درته وحده. يعني كيما راكم تشوفوا هي هاتينا راني دايره، يعني تقريبا الكميه كانت كاوكاو وجوز واللوز، يعني واحد 2 مغارف ولا 3 مغارف هذاك ما كان. هنا نديروا المقادير تاع الوصفه، نديروا النواشف كامل مع بعض، يعني نخلطوهم حتى يمتزجوا كلش هكا، يعني على اللون هذاك البني. أنا بغيته يدخل في وسم، يعني واللي تبغي ديري الكاكاو ديري. هنايا أنا استعملت هذا الكاطو تاع ماكاو، يعني جاي شوية مر. وكذلك الكوفيت ما استعملتش النوعية اللي تكون فيها هذاك الكريمة تكون فيها بزاف، ولا الحلاوة تكون فيها بزاف، يعني استعملت النوعية تكون قل في الحلاوة. يعني هنا كي شغل راهم صامتين، ما نبيهمش حلاوة بزاف. هنايا أنا هنا استعملت كمونة كيه درت حالته الترك، يعني بذوق اللوز. هنا تجيكم واحد البنة فيها يعني روعة ما شاء الله. يعني وهنا اللي ما تكونش متوفرة لها تقدر دير فيها الحسد 2 مغارف كبار حتى 4 مغارف، يعني حتى اللي تلم بيه هو ولا الكونفيتور. هنا عندي مغرف متوسطة تاع نسكافي، يعني أنا نكهت بيها. اللي يبغي يدير أي أروما واحدة أخرى يدير تاع الكراميل، ولا يدير تاع الشوكولا، ولا يدير أي حاجة واحدة أخرى يدير. هنا تبدو تفتوا هذيك حلة الترك يعني وحدها، تبدو تفتوا فيها كيما هكا، يعني غير بيديكم. ومن بعد تينا تجيبوا 2 مغارف كبار تاع الدهان ديجا ذوبتهم وخليتهم يبردوا. هنا قاعد تزيدوهم على الكم، يعني هاد الدهان غادي تخلي لكم البنيون تاعكم يعني يقعد لمدة طويلة بزاف. حتى غادي تخليه لكم طري طري طري، يعني تاكلوها اما تاكلوها وتكون مبلعين عليها ولا مش مبلعين عليها، يعني وما تاكلوها غادي تكون طريه لكم. يعني هذه اللي غادي نقول، هذيك الزبده كامل تدخلوها، يعني تفتلوها كيما تفتلوا الطعام كامل، تدخلوها في في هذه الحشوة. هنايا عندي الكريمة تاع البندق، يعني جبتها أنا هذه من مرجان، وهنايا كان عندي الشوكولا تاختيني. هنا هذا الكريمة يعني درت مغرف كبيرة تكون معمرة، يعني ثاني هي مش حلوة بزاف، يعني فيها وطاتك واحد البنة تاع البندق، يعني ما شاء الله. شغل هنا درت كاع المكسرات يعني راني درتهم. هنا تدخلوا هذيك الاخرى، من بعد تجيبوا مغرف كذلك كبيرة تاع الشوكولا تاختيني ثاني ديروها معاهم. كيما راكم تشوفوا فيها اللي هاتي راني درتها، يعني نسيت باش نصورها لكم. المهم ها هي ويناتينا الشوكولاته اختي اللي درتها. هنايا تبدو تدخلوا كلش في بعضها، يعني هنايا العجينه تبدو هاكا تلموا فيها، يعني غير هذا الكميه وغادي تلمها لكم. واللي تبغي ما تلمتلهاش تزيد لها يعني 2 مغارف كبار تاع الحسل، ولا تزيد لها 2 مغارف كبار تاع الكونفيتير حتى الربعه، يعني هاكا تحسوها بدات تديلكم ديبول. يعني هذيك هي النتيجه اللي توصلوا لها. كيما راكم تشوفوا انا نديرها كيما هكا، يعني كيما راكم تشوفوا كيما هكا، يعني انا صايره راني وصلت لهذيك النتيجه اللي راني باغيتها. يعني ماشي اللي طروها كامل، وماشي اللي تعصوها، يعني تحسوها بدات دير لكم دورات في يديكم ويدكم تقعد ناشفه، يعني هذيك هي النتيجه. هنا عندي شوكولا دادا انا ذوبتها وزدت لها 2 مغارف كبار تاع زيت، يعني في 200 غرام. يعني انا بغيتها تكون شويه هكا ليس، يعني حتى 2 مغارف ونص، يعني تخلوها هكا تذوب عليها، يعني تسيل عليها، ماشي اللي تديروها ثقيلة. هنا تجيبوا هذيك الحبة كيما راكم تشوفوا فيا، يعني تشوفوا في يدي كيفاش قاعدة تنقية كيما هاك. هذه هي النتيجة اللي راني باغيتها الآن، يعني تشوفوا فيا ماهوش اللي راه معجنة ولا، ويدي قاعدة تنقية. هذه هي النتيجة اللي راني باغيتها. هنا نجيب هذيك الشوكولا كيما قلت لكم. هنا كنت باغا نديرها فوق الفرشيطة، بعدها طاحت لي، قلت كي طاحت لي عجبتني، جاتني ليدي بالخف ساهلة. هنايا دبرتها بالخف في الشوكولا، يعني انا كنت باغي ندير عليها غير من فوق، من بعد قلت حبه غير صغيره، اللهم ندير لها كاع. هنا انا التزيين خيرتها كيما نبغي، يعني اي مكسرات. هنا جبت شوكولا بيضاء درت لهم كامل، وهنا كان عندي مول تاع العيد مبارك درت بيه، وهنا درت لي فلور، درت كاوكاو ايفيلي، درت بندق، درت لوز، درت جوز، يعني اي حاجه تكون عندكم في الدار يعني ديروها. يعني كيما قلت لكم اي حاجه التالي اللي نبغوا نديروها هي البنيون، كاع اللي يبغي يديروه هو الاول، يعني وانا نبغي نديرها هو التالي، يعني حاجه كاع اللي بقات لي نبغي نديرها فيه، يعني وعليها يجي بنين ويجي زاكي ويجي ما شاء الله. هذه هي النتيجة. وانتم هذه ما تنسوش انكم تدخلوها للثلاجة، يعني بعد اللي تبرد بعدش تزينوها. هذه هي النتيجة. نتمنى وصلت عنها اليوم تكون عجبتكم، والى الملتقى ان شاء الله. بسلامة.